معقول البطاطس يطلع منها القمر ده؟ وصفة من غير عجن ومن غير فرن، صحية وخفيفة، تنفع على الفطار او عشاء. لو جربتيها مرة مش هتبطلي تعمليها، طعمها بجد خطير. تابع معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما ندخل على الفيديو، انا سارة احمد. لو اول مرة تشوفيني متنسيش تشتركي في القناة وتعملي لايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجة جبت حبايتين من البطاطس وبشرتهم. تبشروهم بشر متوسط زي ما انتوا شايفين معايا كده. خلاص خلصت البشر. هحطهم بقى في طبق، ولازم تغسليهم كويس تطلعي منهم كل النشا. انا هنا حطيت شويه من الميه، وبعد كده اخدتها تحت الحنفيه، اتاكدت ان ما عادش فيها النشا نهائي. الخطوه دي مهمه. بعد كده نجيب واحده من البصل ونبشرها برضو. خلاص بشرتها. نجيب قرنين من الفلفل ننزل عليه بقى بعد ما غسلتها وصفتها، ننزل بقى بالبصلايه. هنجيب حباية من الفلفل، واحدة احمر وواحدة اخضر، ونقطعهم. شايفين السحر؟ ونقطعهم ونقلبهم كويس. ما اتأكدنا بقى ان هما اتقلبوا كويس، هنجيب طاسة ونرفعها على النار، وننزل عليها بشوية كده من الزيت، وننزل بقى بالخليط اللي احنا جهزناه. بص انا مش عايزاه يستوي اللي هو السوا الكامل، لا انا عايزاه يبقى نص سوا. قلبيه كويس. بعد ما ياخد صدمة كده من الجنبين، هنقوم مغطيينه وراكنينه حوالي 10 دقايق لحد ما نجهز باقي الخلطة. هنجيب بقى 3 بيضات. نجيب بولة كده وننزل عليهم ب3 بيضات. حابة تزودي بيض اكتر من كده حاولي تقللي، دي حرية شخصية. التوابل بقى بهارات بطاطس وفلفل اسود وملح بس. نقلبهم بقى كويس، ندوهم ضربة كده محترمة، ونروح بقى نشوف الخليط اللي على النار. خلاص كده بقى نص سوا معايا، عشان هو لسه هيكمل سوا في البيض. نرفعه بقى من على النار، ونروح ننزل بقى على خليط البيض اللي احنا جهزناه. بجد الوصفة دي كانت قلبة الشارع، طعمها وريحتها ايه ده بجد، ما ده بطاطس مش معقول والله، خطيرة. جربيها وهتدعيلي. وصفة صحية من غير بقى دقيق ولا اي حاجة، اللي بعمل دايت تنفعه جدا. وتنفع برضو الاولاد على العشاء كده، حاجة صحية وما فيهاش كده يعني. ننزل بقى بالخليط، نحط شوية زيت في الصينية. او ممكن لو الطاسة عندك، بس ده الخليط كان كبير على الطاسة، فانت لو الطاسة هيها عادي ممكن ترجعي في الطاسة تاني. انا هنا جبت صينية مقاس 24، وفضلت بقى ايه افرد بيها بالمعلقة. بس كده ناخدها بقى نرفعها تاني على النار، ونغطيها ونركنها لمدة 10 دقايق على النار متوسطة. بعد كده عملت غلطة تانية. فكيت الجبنة الموتزاريلا في الميكرويف 30 ثانية، مش عارفة عملت كده ليه، اللي يعرف يكتبلي في الكومنتات. هنتعلم برضو من بعض. بعد كده نزلت بقى بالجبنة الموتزاريلا، واول ما هتسخن هقوم اعرف افردها انا بقى، لان هي دي كانت اخر حبة عندي. فهفردها بقى ايه بالمعلقة عادي، وشايفين خطير. بعد ما هنفردها هنغطيها لمدة 5 دقايق. بجد عندي اللي في البيت اتبهروا بطعمها، يعني والله بجد تحفة. شايفين بقى طلعت بعد 10 دقايق. نزليها بقى بالراحة وقطعيها بقى. انا بعد كده لقيتها كده رحت مسويها بايدي، رجعت ولا كأن اي حاجة. قطعيها بقى بالقطعة البيتزا وبس كده. شايفين؟
خطيرة. كلمة خطيرة قليلة عليها بجد والله، فوق الروعة، تحفة جدا. انت هتجربيها بنفسك وهتشوفي احلى من البيتزا مليون مرة. انا كنت باكلها وضميري مستريح، مش خايفة ان انا اتخن او اي حاجة، لا بجد لازم تجربوها وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات تحت، وتعملي شير لصاحبتك تجربها. اكتبي لي كومنت في التعليقات، بيفرحني. اشوفكم بخير الوصفة الجاية، في رعاية الله، مع السلامة. اسيبكم بقى ايه، استمتعوا مع الوصفة. باي.